ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد احنا بنعمله. زي ما انتوا شايفين كده، النهارده يوم المسيح. طبعا كل سنه وانتم طيبين، سنه جديده علينا. النهارده 1/1 والنهارده 1 رجب. كل سنه وانتم طيبين، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. فقلنا بقى ننضف تنظيفة ايه؟ رجب، اول رجب، عشان ده موسم. كل سنه وانتم طيبين. ده كان امبارح اللي هو كان يوم 30. ده كان يوم 30/12. طبعا شلت الشقة كده زي ما انتوا شايفين، واحباب الله طبعا مغلبنا. متنسوش يا حبايبي تصلوا على النبي في الكومنتات، وتدوسوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد انا بعمله. طبعا زي ما شفتوا كده، طلعت السجادة برا على السلم بقى عشان انفضها. بكنس بقى، شايفين طبعا بنكنس بقى الارض وننفض الانتريه. النهارده يوم فظيع بصراحه، مش النهارده يعني، قصدي على اليوم اللي انا روقت فيه الشقه. بجد تعبت قوي قوي يعني اليوم ده، وكمان ما شلتش يعني الحاجه كتير. انا يعني مسحت الدنيا كده في مكانها، بس احباب الله كانوا تعبيني جدا جدا، كانوا مرمطيني بصراحه. انا كنت لسه شايله الشقه ما كملتش اسبوع بصراحه، شايله بقى ومنفضه وفرشه بس بقى لما لقيت رجب جاي قلت لا، لازم امسح تاني بقى. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. بس ايام بتجري، الواحد والله بيستنى رمضان دوت من سنه لسنه، بس السنه كلها تبقى رمضان والله. فاول ما رجب بيجي كده بتحس ان خلاص بقى على طول تلاقي رمضان جه على طول. طبعا دي ترويقة الموسم زي ما انتوا شايفين بقى. بص، حاطه في الميه هنا بريكس، وحاطه اسمه ايه دوت، برسيل جل. بص بيخلي ريحه الارض جميله. عايزين بقى رغوي اكتر، تفضلوا تعملوا بالمسحه كده يرغي على طول. انا بصراحه بحبش كده، لان مش بحب الرغوي كتير، بحس ان هي بتغير الارض. طبعا بس انتوا شايفين انا ما شلتش لحاجه لان انا لسه شايلها. انا جبت كده من تحتها بالمسطحه، المسطحه اللي عندي اللي هي الفرورة دي اتكسرت، متعرفوش بتتصلح ولا لا؟ طبعا انا دلوقتي تقولي فين عيالك يا ايه؟ اقولك عيالي حبستهم خلاص والله. دخلتهم الاوضه وقفلت عليهم الباب، شغلت لهم التلفزيون. تشوفوا دلوقتي بقى لما افتح الاوضه النسيبه اللي كانوا عاملينها، شغلت لهم التلفزيون بقى وقعدت بقى قلت مع نفسي كده عشان اخلص، لاني مش هعرف اخلص وهم قاعدين. طبعا شلت الكراسي السفرة وجبت الحاجات اللي تحتيها شلتها ومسحت مكانهم وحطيتهم تاني. ده فانوس رمضان، كل سنه وانتم طيبين. هبدأ بقى ارص الحاجة تاني مكانها. رفعت بقى الستارة من على الارض بقى وهبدأ امسح الحتة دي. طبعا غيرت المية بس هي ما جاتش. انا غيرت المية بين كل حتة وحتة، واروح اغير المية ويجي. مفيش اكتر من المية عندنا يعني، الحمد لله. انا هرجع الحتة دي ورا، الحتة الطرقة دي انا بمسحها مع الحمام، يعني كان لسه عندي مواعين، فهغسل المواعين الاول وبعدين اصب البوتاجاز وبعدين بقى ادلق ميه وامسح بقى ده كله مع بعض. انا بسيب ورا كده لحد ما امسح الحمام المطبخ. انا هنا كنت خلصت اوضه النوم، عملتها وفرشتها وشلت الملايات وحطيت المفرش القطيفه وخلاص قفلت الدنيا. بص بقى، نفضت السجاده على السلم بره، دعكتها كده تنفيق، احطها بقى تاني. والله كان نفسي اقول لكم اغسل السجاد مع بعض، للاسف بنزله المغسله لان مفيش صحه والله، مفيش صحه والله اغسل سجاجيد خالص. واغسل المشيته بقى اوريها لكم بقى، بس احاول بقى اظبطها كده. شايفين هيرو شالت الكنبه بدراع واحد. يا ظهري يانا، يا ظهري يانا يما. والله يا جماعه اليوم ده بيبقى متعب جدا، وبالذات اللي عنده اطفال، يعني ربنا يبارك فيهم والله. بس هما الحاجه لو بتعمليها مثلا في ربع ساعه بتاخدي ساعه وهما موجودين.
ده غير ان هو مش وقت بس، كمان مجهود. يعني مثلا كل حاجة بتحطيها مكاننا بيرموها تاني في الارض. فبصراحة ربنا يهديهم يا رب ويخليهم ويرزق كل مشتاق ويرزق كل الناس بالذرية الصالحة يا رب، ما يحرمش حد ابدا. طب انا شلت بقى دي عشان هجيب السجادة التانية. بصوا السجادة دي جوزي حرقها لي للأسف، كان مولع فحم كده فوقعت على السجادة فمخرمة. ان شاء الله لما ربنا يرزق كده بشتري واحدة تانية. هي مش باين اوي لان بحطها تحت المرجحة بتاعت قرين. شايفين؟ بصي اللعب دي كلها تخشوا تبقاش الأوضة تلاقوا الدنيا مزبلة. بصوا انا بقى بظبط كده لاني لقيت السجادة مش معدولة، لقيت في حتة فراغ كده ارض كده باينة، وانا بصراحة مبحبش الارض تبين، مش عشان هي بلاط كمان فبتضايقني، تحس ان انا زهقانة منها. أنا للأسف بقى جارتي خبطت عليا وقعدت معايا فانا انفصلت، كنت خلاص بقى فرشت الناحية التانية وظبطت الدنيا وهي موجودة فمرضتش اصور بصراحة. حط بقى هنا الكراسي، فرشتها بقى وروقت السفرة من فوق وكده ومسحتها، بس جارتي كانت عندي. بصوا بقى بعد ما دخلت الأوضة، يا نهار أبيض ليه يا حبايبي عملتوا كده؟ بصوا في الوقت أول ما شفت الأوضة دي بصراحة كنت عايزة انهار. ليه كده يعني؟ أنا أعمل بره اجي الاقي هنا زريبة. يلا مش مهم، فديهم. صلوا على النبي حبايب قلبي، وما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد احنا بنعمل. طبعا لفت المرتبة كده ورحت فرشة الملاية. بصوا هتلاقي بقى ادم بيحاول يشيلها، انا بجيبه من الناحية دي واحطه الناحية دي. فرشت بقى الدفاية، انا كنت فرشة كبرتة، مش كبرتة، اسمها ايه، مفرش مش عارفة اسم المفرش ايه. كنت فرشة. بص انا كده بقى تعبت، بدل قعدت كده عارفة ان انا تعبت خلاص. كنت فرشاه وفرشة الملاية بتاعته، فانا بشيله اغسله وحطيت المفرش ده. اللي هناك دي البطانية انا حطلها برضه دفاية وبطانية، بس انا عشان هي بنتي بتنام تحت الشباك فبيبقى الجو ساقعة، فبحط لها البطانية دي كمان تدفيها. بص انا عمالة اتكلم معاه بقول لها ينفع كده عملتي كده في الارض؟ ينفع؟ مفيش طبعا، لا حياة لمن تنيدي. طبعا تقولي ايه عيالك كده؟ يقولك بنمسح. العيال مبهدلين وامهم مبهدله والشقه مبهدله، لما نخلص نستحمى بقى وننام عشان شايفين الدنيا مضلمه، احنا بنعمل حاجاتنا بالليل. هو في اليوم ده كان جوزي بايت في الشغل، فانا انتهزت الفرصه. بصراحه انا مش بننام بدري، احنا بننام متاخر. طبعا دورت على اخت الملاية دي ملقتهاش، فحطيت ملاية تانية عادي لاني كنت فعلا منهكه مش قادره اعمل اي حاجه تانية. بس بقى بنتي خدت الحاجات رميتها في الارض، شايفين؟ طبعا ده حتة مشمع حطها على السرير لان ده السرير اللي قريم بتنام عليه، طبعا عشان برتمة ما تتبهدلش من الفطير، لان هي لسه برضو مش متعودة تعمل حمام، ممكن في يوم كده تعمل حمام على روحها ولا حاجة. انا حاطة مشمع يحمي المرتبة. بس روحت رميت لي الحاجة، روحت جبتها. بس موال بصوا يعني لما هما مكانوش موجودين الأوضة التانية خلصت بسرعة، بس جارتي جت قعدت معايا شوية ده اللي عطلني. كنت بحاول اعمل حاجات وهي قاعدة، بس برضو مكانش ينفع اقوم واسيبها. كمان بنتها صغيرة كده قد ولادي، ف اضطريت اني افتح لهم، قعدوا يلعبوا برا فبهدلوا برا تاني، بس مش مهم يعني عادي فاديهم. بس بقى قاعدة بتفرج على التلفزيون، بتخانق انا وقرين كالعادة. والله يا جماعة يعني الحاجة تخلص والله العظيم بسرعة. لو انتي مثلا حطيتيها في دماغي، ما كانش في دماغي ان انا امسح، لان المسحة لسه ما كملتش اسبوع، ما كانش في دماغي خالص ان انا امسح، كان بس في دماغي ان انا هغير الملايات، اغير الملايات واغسلها. نسيت اقول لكم على الغسيل، انا غسلت في اليوم ده 4 مرات والله. غسيل الولاد لوحدهم، بعدين غسيل الملايات، وكان عندي غسيل لبس انا وجوزي غسلته،
وكان عندي اسمهم ايه دول كبرتات، كنت شايلهم في الباسكت، ما كانوش مغسولين، اضطريت احطهم تاني. والحبيله خدت الغسل ده، كان يوم والله العظيم ما يا لهوي ما طلعلوش الشمس اليوم ده. اضطريت لما جوزي جه من الشغل بقى تاني يوم ونام مستحي، خليته بقى نزل اشترى لي بصوا شفتوا قدم وقع ازاي، يا نهار ابيض. هو عايز يطلع زي اخته فراح وقع. خليت جوزي راح اشترى لي حبله وربطها لي، فاليوم تاني يوم كان اللي هو راس السنه، كان خلاص بقى ضيعنا كله واحنا بنحط الحبله، لان الحبله عندي الشباك والبلكونه هما شباكين، بس شباك كبير وشباك صغير، الحبله الاتنين وقعوا امبارح. فكان يوم ما يعلم، الغسيل كله اتكون فوق دماغي، بقيت مش قادره. بصوا بقى انا شلت الحاجه ونفضت البتاع ومسحت قالين طبعا عايزه تعمل، تلاقوني بزعقلها كل شويه. طبعا بتفرج على مسلسل هندي على MBC وورلد، المسلسل ده جميل اوي والله يا جماعه، تابعوه. بص بقى خلصت بقى كده، شايفين هم بقى لقوا شنطه الفين وقالوا لك لما يبهدلوا لي الدنيا، مش جعانين بس هم كانوا عايزين يبهدلوا الدنيا. الجو كان في اليوم ده ساقع، ولما مسحت الشقه كمان كانت ساقعه قوي. طبعا معرفش اكيد قارين خبطت الستاند فراح مصور لكم السقف، بس مش مهم، اعتبروا نفسكم شايفين، انتوا شايفيني اهو انا منوره، كفايه نور، كفايه نور، عايزين تشوفوا ايه تاني؟ بص بقى بعصر كده بقى وبنشف. طبعا ادم حبيب ام محمد عز دوت ماشي ورا امه. صلوا على النبي حبايبي، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. بصي راحت جابت طرحه من الدولاب عشان تلعب بيها. يا ربي عايزه الطم. بس بقى كده خلاص بقى الارض نشفت. بصوا انا هنا دول كنت مشتريهم من كارفور من سنتين او حاجه، لان انا ما كنتش عامله نظام الاوضه كده، كان السراير كلها بالعرض، فكانت مشايات، كنت حاطه، كانت الاوضه بس عباره عن 3 مشايات ومفيش المساحه دي كلها. فلما الولاد كبروا بقوا بيلعبوا بقوا عايزين مساحه كبيره يلعبوا فيها، اضطريت ان انا عدلت السراير كده ونزلت بقى جبت السجادتين دول من كارفور، تقريبا كانت الواحده ب50 جنيه من سنتين. وكده نبقى خلصنا، وبصوا بقى عملنا ازاي. وباي باي، متنسوش اللايك والشير، ومع السلامه.